تحياتي لكم جميعا. مفاجأة صدمة، هزيمة كارسن من لاعب ذو تقييم 1900. الماتش ده كان على موقع شيز دوت كوم، وكارسن خد مات أسطورية بتضحية وزير. كارسن كان بيلعب بالقطع البيضاء، والخصم اللي بيلعب قدام منه خد وزير في بيدق كش ملك، خد الوزير ويروح مات واحد. هنشوف الماتش دوت ماتش جميل جدا بيجمع بين لاعب ذو تقييم 1900 وكارسن. كارسن على موقع شيز دوت كوم تقييمه 3300، يعني حاجة غريبة جدا. كارسن هنا كان بيلعب بالقطع السوداء، وهنا ابتدى الماتش أول نقلة نايت اف 3 سي 5. لعب هنا بدأ ملك اي 4، يعني الماتش كده اتحول لدفاع سيسيليان. هنا لعب هنا البدأ في الجي 7 عشان يعمل فيونكا. انا توقعنا هنا الابيض يلعب، هنا الابيض عنده خسارات كتيره جدا، منهم يطلع بالحصان ومنهم يطلع بالدي 4، لكن اختار ان هو يلعب السيف موف، ان هو يطلع بالحصان. طلع هنا بالفيل، وهنا قال لك زي ما انت هتعمل فيونكا انا هعمل فيونكا. الماتش ده بيبقى ماتش صلب وصعب على الطرفين، برضه فتح فيونكا. طلع هنا بالحصان في النايت 6. طلع هنا بالبيشوب، هنا دي 3 بيفتح للفيل. هنا طلع بالبيضة. تحس النقلة دي نقلت يعني ايه لعيبة كده اللي هم مبتدئين. هنا لعب الاي 5 بيت. طلع بالحصان كارسن في نايت اي 7. طلع بالبيضة التاني، والنقلة دي ما فضلهاش. يعني هنا المعركة في الوسط، هنا يعني في خلال الوسط دوت المفروض ان تلعب نقلة اكتف، يعني كانت افضل نقلة هنا كان هنا الدي 3. كان هنا الدي 3 في هذا الموقف، كان في الموقف ده فضل بدل النقلة ديت ان كان يلعب الدي 3 كان افضل. كارسن بيت لعب الدي 3 اللي كانت المفروض تتلعب اصلا من بدري. هنا لعب الاتش 6. كارسن بيمهد لنقلة الاف 5 باين قوي عشان يلعب الاف 5 مستريح. رجع بالحصان عشان يلعب البيدق في الاف 4. طلع بالفيل. كارسن بيستنى كتير جدا على النقلة ديت. لعب البيشوب في الاي 6. حط هنا الحصان في الوسط عشان الحصان ده مدعوم بالفيل. اخيرا بقى يلعب الاف 5. رد عليه برضو اللاعب ذو تقييم 1900 بالاف 4. كارسن بيلعب السهل الممتنع. يعني ايه السهل الممتنع؟ يعني كانت افضل نقله هنا لكارسن ان هو يطلع بالوزير خطوه. يعني كان كارسن اسهل نقله، افضل نقله ليه انه يطلع بالوزير خطوه، لكن كارسن ما بيحبش يخش في التعقيدات. قال لك افضل وسط بدا في بدا، خد بدا وبدا في بدا اللي هو في الاف 4. خد هنا بالحصان. هنا الفيل ده مطلوب بسهوله جدا. طلع بالوزير علشان يحمي هذا الفيل. طلع بالحصان على حس ياخد حصان في فيل، وبعدين يطلع بالحصان في هذا المربع. عادي جدا، انا مفيش مشاكل للتكسير. خد حصان في فيل، وزير في حصان. حد يقول لي كده الابيض عنده امتياز في فيلين، بس خلي بالكم الفيل ده مقفول عليه وما طلعش، والفيل ده مقفول عليه برضه. فيعني ده مش احسن فيه، مش يعني ايه الفيلين امتياز الفيلين بس لو اكتف. الفيلين مش اكتف دلوقتي. الاسود افضل في الانتشار علشان عنده هنا فيل اسود ما طلعش، فموقف الاسود لكارسن احسن. طلع هنا بالبيضة علشان خاطر الكش يحمي هذا المربع. الاسود عنده يطلع بالحصان هنا وعنده كش هنا. طبيب طبيب كتب الوزير، وهنا الرخ ماسك هذا الوتر. هنا طلع بالوزير علشان فكرة ممكن الوزير يطلع في هذا المربع. طلع هنا بالحصان عشان يكسر حصان في حصان. طلع بالفيل وجه هنا بالحصان في جي 6 عشان يكسر حصان في حصان ويطلع بهذا الحصان. حصان في حصان، وهنا الفيل، والفيل طالب البيضة. لو قيمنا الموقف ده الاسود افضل قليلا من الابيض.
بس هل هيعرف يجيب يعني يطور الموقف ده؟ هنا طلع بالفيل علشان يحمي البيدق. النقلة هنا على الاسود. الابيض عنده هنا يطلع بالوزير هنا ويكسر وزير في وزير على حس الرابطة. غير كده الوزير لو اضطر يتحرك في اي مكان، الابيض هيجي هنا يجي هنا في كش وياخد البيدق. فلازم يعمل نقلة استراتيجية. برضو ده اللعيبة يعني ذو التقييمات المنخفضة بتفتقر للتكنيك ده. فهنا كارسن لعب هنا بالملك. يعني النقلات الخفيفة دي بتفرق واحد تصنيفه فوق ال 2800 عن أي لاعب تاني. اللعب هنا على الأبيض، طلع هنا بالوزير برضو بيست موف. وهنا فكرة الأسود عنده فكرتين، يا يهجم على جناح الملك يا يهجم على جناح الوزير. يعني يلعب هنا البي 4 والبي 5 ويهجم على الجناح ده، ولا يهجم على الجناح التاني. دي صح ودي صح، بس الأفضل يهجم على جناح الملك. هو فضل يهجم على جناح الوزير. كانت في فكرة كده ممكن يلعب برضه الاتش 5 والاتش 4 ويهجم على هذا الجناح، ويقدر يهدد بماتات ويجي هنا بالوزير ويهدد بماتات وجناح الوزير موجود. لكن هو فضل يهجم على جناح الوزير. هنا الرخ اي 1 البدء التاني. الفكرة ليه بيهجم على الجناح التاني، عاوز يجي هنا بالوزير هنا في المربع ده ويبقى ضاغط على الفيل ويلعب هنا البيدق وياخد البيدق الضعيف دوت ويقدر يسلك بيدق. فكرة كارسن بيلعب عليها. هنا لعب البيشوب طالب البيدق. هنا كارسن لعب لعبة هايلة. هنا بيحمي البيدق وبيمهد للزقة ديت. ما فضلش بس نيجي على الوزير في الوتر ده ويبقى ضاغط على البيدق بتاع الابيض. هنا رخ ايتو برضو نقلة كويسة من الابيض. بالفعل بي 4 بيدق في بيدق بيدق في بيدق. طلع هنا بالوزير. طب هنا ليه ما خدش بيدق في بيدق؟ خد بيدق في بيدق، هياخد هنا بالرخ وبعد كده هياخد رخ في بيدق وعادي جدا كده كده هيقع. عشان كده طلع بالوزير بيدق في بيدق بيدق في بيدق. وهنا لعب اتش 5. طبعا كان قدامه هنا يجي بالوزير ويطلب البيدق بس اجلها شويه. لعب هنا بالوزير علشان يدي كش مثلا وياخد الرخ. بالفعل هنا جه هنا بالرخ في هذا العمود. هنا اللعيب ذو التقييم 1900 جه هنا بالرخ في البي 2 علشان يدي كش. اخيرا بقى اخيرا جينا بالوزير طالب البدء الضعيف ده. قال له خلاص كده كده البدء واقع. جه هنا بالفيل في هذا المربع. خد فيل في بدء. وهنا التفوق لكارسن اصبح واحد وشويه وداخل في 2 تفوق كاسح. هنا ادى كش. طبعا في هذا الموقف هنا موقف الابيض صعب، فما قداموش غير كده يلوش. يعني ايه خسران دول قال لك لوش. مدى كش. هنا كارسن طلع بالملك في هذا المربع. خلاص رجع بالوزير في الاي 2. وهنا النقلة على الاسود. كل النقلات للاسود مظبوطة ما عدا نقلة واحدة. يعني ممكن هنا يجي هنا احسن نقلة يجي هنا بالحصان. فكرة ان هو يقدم البيدق وخلاص عنده عسكري بيدق زيادة وعنده بيدق سالك. يعني البيدق زيادة بيدق سالك فتفوق كاسح. يعني نقلات يعني الاسود مش صعبة. عنده يجي هنا في الرخ وياخد ويكسر رخه في رخ. وافضل نقله هي كانت نقله الحصان. وعنده بيجي هنا بالفيل في هذا المربع. كل النقلات كلها مظبوطه. لعب نقله غريبه جدا. لعب هنا الفيل عشان يكسر في فيل. هنا كانت المفاجاه بقى. واو. وزير في بيدق. اتضح ان لازم كان كارسن في هذا الوضعيه انه لازم يلعب الحصان يفضي خانة لأن في مات. وزير في بيدق نقلة مذهلة من لعيب تقييم 1900. تضحية وزير. اتضح إن كارسن هنا المفروض في تهديد بمات مفروض كان يتلافاه
وكان يحرك الحصان في هذا المربع، علشان خد وزير في بيدة هياخد بالملك، يدي هنا كش، يبقى الملك عنده حتة مكان الحصان. فما لعبش كده وتفاجئ بالنقلة المذهلة دي، فاضطر ياكل الوزير وخد كش، مات في 2، مات ملهاش حل. شفت يا جماعة؟ ده يدل ان ايه، ان العالم كله مليان لعيبة تقييماتها قد تكون منخفضة، بس عندهم الموهبة. صراحة ممكن المات دي عدت على بطل عالم، وصعب ان حد يشوفها، وماتش ممتع جدا. اتمنى يا جماعة ان هو يكون عجبكم. اشتركوا في القناة علشان تشوفوا جديد، والى قناة فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.